قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهبن الدنيا حتى يأتي على الناس يوما لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيديو النهاردة جريمة قتل هزت الشارع البورسعيدي. بس قبل ما نبدأ في تفاصيل الجريمة البشعة النهاردة، من فضلكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد مني. النهاردة بورسعيد صحيت على خبر حزين جدا ومؤسف جدا جدا، وجع قلوبنا كلنا كبورسعيدية. قبل ما نبدأ برضو الكلام عن الحادثة، أحب أعرف إخواتنا الغير مصريين، يعني اللي خارج مصر، بورسعيد دي محافظة ساحلية بتقع في نقطة التقاء البحر المتوسط بقناة السويس. الحادثة حصلت في شارع البازار في نطاق حي الشرق، وحي الشرق ده يعتبر من الأحياء الراقية في محافظة بورسعيد. اللي حصل إيه؟ إن في ولد اسمه عمار عنده 12 سنة، كان واقف هو وأخوه زياد اللي في تالتة إعدادي وعنده حوالي 15 سنة في السوبر ماركت بتاع والدهم اللي في شارع البازار، واسمه سوبر ماركت خطاب. الولدين كانوا واقفين الساعة 8:30 الصبح، ففوجئوا بشاب كده داخل المحل، فكان بيحاول بقى ايه يسرق فلوس، يسرق سجاير. فعمار اول ما شاف المنظر ده جرى طبعا علشان يدافع عن محل والده. المهم فوجئ ان القاتل ما ترددش لحظة وطلع السكينة من هدومه وبدأ يضرب عمار في كل أنحاء جسمه، وخاصة في منطقة الظهر والرقبة. فطبعا عمار يا حبيبي وقع مات في الحال. بدأ أخوه زياد يصرخ ويقول: الحقونا الحقونا يا ناس. فمين اللي سمعوا؟ الراجل الخضرواتي صاحب محل الخضار اللي قصادهم، فلقى حد بيقول الحقونا، حد بيستغيث، وفي نفس الوقت لقى شخص اللي هو الشاب ده بيجري بطريقة هستيرية كده في الشارع زي ما يكون عامل عملة. فهو من غير ما يعرف في ايه جرى وراه لحد مسجد الرحمة. يعني مسجد الرحمة ده بينه وبين المحل يعني حوالي مثلا 200 متر. فجرى وراه بالموتوسيكل بتاعه، وركن الموتوسيكل عند الجامع بسرعة، وقام يعني ساب الموتوسيكل بسرعة وقام جاري ماسكه وقام ايه نايم فوقيه. المهم ثبته وتمكن يعني منه، واخده على المحل تاني، رجع بيه على المحل وربطه في العمود. في الوقت ده بقى بدأت الناس طبعا تتجمع، وعرف بقى ساعتها الخضرواتي ده ان في جريمة قتل، وان الطفل عمار ده غرقان في دمه ومات. طبعا بدأوا بقى يتصلوا باسم شرطة الشرق، واجت الشرطة وقبضت على القاتل دوت، وهو حاليا قيد تحقيقات بقى في اسم الشرطة، وبعدها بقى هيتحول للنيابة العامة، وربنا ان شاء الله يرد العمار حقه. يعني عمار ده مثال للبطل الصغير، يعني بجد ده رجل في صورة طفل. كل اللقاءات النهاردة مع الجيران ومع اللي حواليه بيقولوا ان الطفل ده راجل بمعنى الكلمة، أرجل من رجالة كتير، أرجل من شباب كتير، شباب ضايعة، شباب فاسدة. يعني ده مثال يحتذى به، لأن ده كان بيدافع عن محله، عن ماله، عن شرفه، عن أخوه، لأن القاتل ده كان ممكن يقتل أخوه بدل منه، فهو اللي جرى وتصدى الموقف. يعني ما استناش بقى أخوه الكبير، لأن أخوه رايح أولى ثانوي والولد ده يا حبيبي رايح أولى إعدادي. فكان مثلا واحد زيه يقول: طب ما أخويا الكبير هو واقف، هو كان أولى إن هو يدافع عن محل أبويا. لكن هو من غير ما يفكر. وعلى فكرة كل جيرانه المحلات اللي حواليه بتشهد له بحسن الخلق، بتقول يعني رغم إن هو ولد صغير، لكن ده يعني واحد بيقول ده حتة فاكهة، ده ملاك يمشي على الأرض في تعامله مع الناس وتعامله مع أخوه وأسلوبه في البيع والشراء. يعني راجل واقف كده في محله، ملكه أو ملك والده. وطبعا هما الاتنين في الأجازة الصيفية باباهم بيبقى معتمد عليهم في إنهم يقفوا في المحل. وخاصة يا جماعة إن شارع البازار ده شارع حيوي جدا، ده البازار القديم، لأن في كمان البازار الجديد ده في منطقة حي الكويت هنا في شارع الصباح. لكن ده اللي أنا بتكلم عليه ده البازار القديم، شارع البازار القديم.
يعني ده من آثار بورسعيد أصلا شارع البازار ده، وشارع حيوي جدا ومعروف عنه إن هو بقى فيه محلات الأسماك والمأكولات البحرية ومحلات الخضار ومحلات الفاكهة والسوبر ماركتات وأنشطة تانية كتير. فالشارع 24 ساعة شغال، يعني حتى الفجر لو مشيتوا فيه الفجر برضو هتلاقي ناس قاعدة وناس فاتحة محلاتها وناس ماشية يعني أمان. فالأب ده كان مطمن على ولاده إن هم في وسط ناس، إن هم في وسط شارع عمار، يعني ما هياش حتة مقطوعة ولا مهجورة ولا ضلمة ولا الكلام ده. المهم السوبر ماركت ده زي ما قلنا اسمه سوبر ماركت خطاب. فالحرامي دوت عرفنا بقى بعد كده من خلال أقوال الناس اللي في المحلات اللي حواليه إن الحرامي دوت اسمه محمود ومن محافظة المنيا، وكان شغال في محل أسماك وبطارخ في شارع البازار. وطبعا سرق المحل، الكلام ده من حوالي 3 سنين، وأياميها كان قطع الأسلاك بتاعة الكاميرا بتاعة المحل بتاع الأسماك. المهم يعني مشى صاحب المحل مشاه واختفى الشاب ده فترة، فبدأ يظهر في المنطقة من كام يوم بس، بدأ الناس تشوفه في المنطقة من كام يوم. قبلها بيوم واحد من أصحاب المحلات المجاورة قال أنا شفته، أنا دخلت المحل السوبر ماركت عشان يشتري حاجة، ففوجئ بالشاب ده بس كان لابس كمامة، فعرفه لأن هو أصلا بقول لكم كان موجود في الشارع، كان موجود في محل في الشارع، فأصحاب المحلات في الشارع عارفينه كويس. فالمهم الشاب ده صاحب المحل ده عرف إن ده فلان محمود ده. المهم نبه زياد وعمار منه وقال لهم ما تدلوش حاجة، الشاب اللي واقف هناك ده اوعوا تدلوا حاجة إلا لما يدفع فلوسها. يعني بيقول أنا حسيت إن هو جاي يعمل حاجة، جاي يسرق، جاي يعمل أي حاجة، بس ما كانش حد متوقع أبدا إن هو جاي يقتل. الشاب ده من محافظة المنيا. إجا بقى اليوم اللي بعده ونفذ الجريمة بتاعته، وقبل ما ينفذ الجريمة بتاعته عمل نفس العملة اللي عملها في محل الأسماك، إن هو قطع أسلاك كاميرا المراقبة. ده باعترافات الناس اللي موجودة في الشارع في أصحاب المحلات المجاورة. فحسبي الله ونعم الوكيل فيه، ربنا ينتقم منه وينتقم من كل ظالم. ونفسي ده ياخد حكم رادع، يعني إعدام ما فيهاش كلام، ما فيهاش لا طعن ولا نقض بقى ولا الكلام الحوارات بتاعت القانون دي. يعني بجد يا جماعة بجد واحد قتل خلاص، طعن إيه ومرافعة إيه وجلسات إيه؟ والله يعني ده الواحد لو الأمر بإيده كنت قطعت رقبته في الحال، زي أيام بقى الملوك والسلاطين والناس بتوع زمان اللي يقتل بالسيف ويقوموا قاطعين رقبته. يعني نفسي الأحكام القانون دي يبقى فيها سرعة، يبقى فيها سرعة كده في التنفيذ. يعني واحدة مثلا زي نورهان دي اللي قتلت أمها داليا الحوشي الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة، لسه عايشة لحد دلوقتي، الموضوع داخل في 2 سنين. يعني نورهان دي هي في السجن دلوقتي، بس هي عايشة بتاكل وتشرب وتنام وعايشة، والله أعلم هتتعدم إمتى، وجلسات ومرافعات ومش عارفة إيه. يعني أنا عارفة إن دي إجراءات قانونية، أنا عارفة وفاهمة كويس قوي، بس والله حتى لو قانون يتعدل بجد. لو كل واحد بيقتل يتقتل وبسرعة ويبقى كده يعني حكم كده قدام الناس، ويجي كده على شاشات الانترنت على التلفزيون، ده هيبقى عبرة. الناس هتخاف لما تلاقي فلان ده تنفذ فيه حكم الإعدام. لكن دول بيعيشوا في السجون 1 و2 و3 و4 و5. يعني اللي كان قاتل المذيعة شيماء جمال ده كان بقاله 3 سنين هو واللي معاه في السجن، وفي الآخر اتعدم يروح في 60 داهية هو واللي معاه. ربنا ينتقم منهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، في اللي يقتل نفس. يعني ده الواحد بيدعي ربنا إنه ما يبقاش سبب في أذية حد ولو بكلمة، ما بالك اللي بيقتل سهلة كده، سهلة يعني جايب سكينة معاه. يعني فاهمين ازاي؟ يعني انا هسرق يا اما هقتل، جاي بقى وفي نيته مبيت النية ان هو بقى هيقتل قتيل.
فتيجي يا عيني الجريمة تيجي تحصل في مين؟ في الطفل البريء عمار ده يا حبيبي، ربنا يجعله من أهل الجنة. ويا جماعة البلد لمت، بورسعيد لمت، يعني خلاص بورسعيد بقت مزبلة كل ما ملوش شغلانة، كل من هو ملهوش شغلانة يجي بورسعيد، يشتغلوا نباشين، يشتغلوا زبالين، يبقوا يقفوا في إشارات المرور، يقفوا يمسحوا عربيات ويشحتهم ويعملوا جرايم ويشربوا مخدرات. ده بقى غير بقى اللي قاعدين بقى لهم سنين واخدين شقق من المحافظة وشغالين هنا وهنا في المصانع وفي المحلات، وماشيين بعربيات الذرة وبعربيات التين الشوكي وواقفين في الأسواق. كل دول مش من بورسعيد. يعني بجد نفسي الموضوع ده يبقى له حل، نفسي سواء دي سلطة محافظ أو سلطة وزير أو سلطة حتى رئيس الجمهورية. اشمعنى بورسعيد؟ طب زمان كنا بنقول منطقة حرة والخير فيها كتير والحاجة فيها رخيصة والناس بتيجي بقى على حسها، لكن دلوقتي إن شاء الله على إيه يا حسرة؟ على إيه؟ ده هي بقت أغلى من أي بلد، يعني كل حاجة فيها صعبة وغالية. ما تسيبوها بقى لولاد البلد، ما تسيبوها للبورسعيدية، ما تسيبوا الشقق اللي انتوا بتاخدوها دي لولادنا، للشباب البورسعيدي اللي لا لاقي شقق ولا لاقي شغل. يعني نفسي الناس اللي من بره بورسعيد دول يروحوا في مزبلة التاريخ كده ويمشوا بعيد عن بورسعيد. ونفسي حق عمار يرجع، لازم الشخص ده ياخد إعدام، لازم عشان يبقى عبرة لغيره. وفي حاجة مهمة كمان يا جماعة، أنا متأكدة وقبل التحقيقات وقبل أي كلام إن البني آدم ده بيتعاطى مخدرات، لأن لا يمكن واحد حرامي عاقل ويقتل كده بسهولة طفل بريء يا حبيبي، طفل. يعني ده انت يا عم لو خبطته قلمين وقعته على الأرض هيخاف ويكن ويعيط ويقف، مش هيقاومك يعني. ده انت شحط يا بعيد، بيقولوا عنده حوالي 35 سنة، يعني في الثلاثينات، وده طفل صغير، ربنا ينتقم منك يا بعيد. هقول ايه يعني؟ ده اكيد الشخص ده بيشرب مخدرات. وطبعا انا نفسي برضو اناشد المسؤولين، اي حد سواء بقى بورسعيدي او غير بورسعيدي وبيشرب مخدرات، نفسي تبقى فيه حكم رادع لهم. يعني نفسي بجد يلموا كل اللي بيشرب مخدرات ده ويحطوهم كده في أزبل مكان في العالم، يجيبوا لهم سجن كده زي سجن أبو غريب ويحطوهم فيه بجد. لأن كل الجرائم وكل المصايب وكل حالات الطلاق، واللي بيقتل مراته واللي بيقتل أمه واللي بيقتل ابنه واللي بيقتل بنته واللي بيقتل صاحبه واللي بيقتل جاره وجارته، يعني جرائم على مدى السنين اللي فاتت دي كلها بلا استثناء بيطفحوا بالسم الهاري مخدرات. ده غير حوادث الطرق اللي كل يوم بالعشرات، كل يوم تلاقي السواق بيطفح مخدرات. ما تعملوا تحاليل كده في الشوارع عشوائي، يعني مش لازم الموظفين او اللي شغالين بس اللي عاملين في اي مكان، يعني نظموها كده. اي حد كده حق الحكومة والشرطة انها توقفه في اي وقت وتعمل له تحليل مخدرات، واي حد يثبت ان هو بيتعاطى مخدرات تاخدوه على طول بدون كلام. نظفوها بقى، ريحونا بقى من الاشكال القذرة الوسخة دي، سبب الحوادث وسبب الجرائم وسبب الطلاق وخراب البيوت وسبب تشرد الاطفال. يعني ارحمونا بجد، وده مش في ايدينا، احنا ناس مواطنين عاديين، مفيش في ايدينا حاجة، بنقول كلمتين وخلاص، لكن الموضوع كله في ايد المسؤولين. يا ريت صوتي ده يوصل للمسؤولين. اولا تطلعوا الناس الاغراب من بورسعيد، مش عايزينهم، وما تدوش شقق لناس مش بورسعيدية. تعدلوا التعليمات والقوانين بتاعة الاسكان. شققنا شبابنا واولادنا اولى بيها، شبابنا اولى بيها اللي بقالهم من 2013 مقدمين 12 سنة واكتر ولسه بقى بعضهم كتير ما خدش. انا اعرف ناس شخصيا اعرفهم والله من 2013 مقدمين، في سبيل ان في واحد يجي من مواليد المنزله، لا مواليد المنصوره، لا ما اعرفش مواليد دمياط، لا ما اعرفش مننا داهيه الشرقيه، ويجيب لنا ورق ومش عارفه ان هو قاعد في بورسعيد بقاله 10 سنين خلاص ياخد شقه. طب وولادنا اللي بقالهم 30 سنه في بورسعيد و35 سنه واكتر واقل، ولادنا اللي مولودين وعايشين في ترابها، عايشين هنا في بلدنا في بورسعيد ومدارسهم وحياتهم هنا، ما ياخدوش شقق؟ والناس الاغراب دي هي اللي تاخد شقق؟ ما علينا. هو ده طبعا انا طلعت عن موضوع الحلقة، بس الحماس
اخدني يعني شويه. ف يعني قلنا يطلعوا بره. وتاني حاجه ارجوكم نداء للمسؤولين، ارجوكم تشوفوا حوار المخدرات ده بجد، لان الموضوع زاد قوي عن حده. وعلى فكره في ناس بتبقى معروفه بالاسم فلان وفلان وفلان، وبيبيعوا وبيتاجروا وهم الشرطه عارفاهم وسايباهم، وبيبقى لهم عيون في الشرطه بتنبههم لو في حمله او في تفتيش او في اي حاجه. فاتوسل اليكم ارحمونا. انتوا كده يعني مش بترحمونا احنا بس، بترحموا نفسكم وبترحموا ولادكم، سواء مسؤول او ايا ما يكون بقى، يعني ذو منصب. ولادك، طب ما انت ولادك معرضين لحاجه زي كده. فاحنا ارحمونا عشان نحمي نفسنا ونحمي ولادنا. اخر حاجه بقى هقولها في الفيديو، يا ريت المحافظ يتكرم مشكورا، وانا عارفه ان هو انسان بمعنى الكلمه وبيعمل مواقف كتير انسانيه، ان هو يخلي شارع او مدرسه باسم الطفل. ويا ريت تكون المدرسه بتاعته الاعدادي اللي هو كان المفروض رايحها، يعني هو يا حبيبي اكيد قدم ورقه في المدرسه الاعدادي، فنفس المدرسه اللي هو كان المفروض رايحها تتسمى باسمه، لان ده بجد بطل بورسعيدي صغير، ربنا يرحمه، وهو عصفور في الجنه ان شاء الله تعالى. يعني ده طفل هيتحاسب على ايه؟ ده ملوش ذنوب. ربنا يا رب كده ان شاء الله يصبر اهله ويربط على قلبهم ويجعله سبب في دخولهم الجنه، ويستناهم كده على باب الجنه وما يدخلش الجنه الا بوالديه يا رب، ويصبر بقى اخواته واهله واللي حواليه. يا رب يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم من الحادثة البشعة دي. وما تنسونيش في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد مني. أترككم في معية الله، وأشوفكم في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.